السلام عليكم يا ابطال، واهلا بيكم في فيديو جديد. وبعد معاناة امتدت 3 ايام قررت اصور الفيديو ده من غير مايك. زعل زعل زعل. طب ليه؟ انا حرفيا كنت هعتزل الفيديوهات اصلا بسبب المايك ده. طب والله دي 5 مرة اصور الفيديو ده، لكن المرة دي قررت ان انا اصوره من غير مايك. ويا رب تكونوا سامعيني كويس او الصوت يكون عالي. الو الو يا حاج اسماعيل، علي صوتك يا حاج. يا حاج مش سامعك، علي صوتك. انا اسف بجد اني بقيت مش بنزل فيديوهات وبقيت بعيد عن القناه شويه، لكن والله ده كله بيكون غصب عني، ولولا الظروف ما كنتش بعدت عنكم لحظه. باذن الله هحاول اتابع معاكم وما اتاخرش عليكم تاني. بس زي ما انتم شايفين كده، والله انا بصور الفيديو ده بقالي 3 ايام. اول امبارح صورته مرتين، وامبارح صورته مرتين، والنهارده صورته مره. المايك مش راضي يسجل اي صوت. واحدة ما مني عالشق بطيرة. انا عارف اني وحشتكم وانتوا كمان والله وحشتوني، ووحشتني الكومنتات اللطيفه تبعكم والدعم المستمر منكم ان اكمل. امشي انا، امشي غور، امشي يا ابني. انا اسف اني طولت عليكم كده، فيلا بينا نبدا فيديو النهارده ونقول بسم الله. في ناس بعتت لي انهم مش عارفين ولا قادرين يذاكروا، فجأة كده نكد كده وخنقة. وانا قلت اعمل الفيديو ده عشان اقدر افيدكم وتعدوا المشكله دي على خير. لو مشيت على اللي هيتقال في الفيديو ده صدقني هتقفل المواد، وهتعرف ازاي تذاكر صح وتتخلص من المشتتات الكتيره اللي بتحصل لك دايما. بصوا يا جماعه، لو كل واحد حاطط دافع وهدف معين عمره ما يقف ولا يقول انا مش قادر اكمل ولا عارف اذاكر. طيب هتقولوا لي انكم حاطين الهدف او الدافع ده ايا كان هو ايه، يبقى كده في مشكلتين. انتوا مش مقتنعين باللي انتوا بتحلموا بيه انكم تقدروا تحققوه، وتاني نقطه هو ان الدافع اللي انتوا حاطينه مش قوي كفايه ان يديكم الباور وقت ما تكونوا محتاجين. خليكم واقعيين، لو انت عايز تذاكر فهتذاكر، بس اول حاجه تستهدى بالله واذكر ربنا وصلي ركعتين كده يريحوك، وتقعد لي مع نفسك شويه كده وفي ورقه تكتب فيها ايه اللي ممكن يحفزك ويخليك تكمل، وايه اللي ممكن يهبطك ويوقفك عن المذاكره. اول شيء اللي بيهبطك ايا كانت الاسباب، مثلا فيسبوك او واتس او الموبايل عموما او الانترنت كله، او حوارات شغلك على الفاضي وخلاص. كل ده تحاول تخلص منه. الموبايل يديه لحد في البيت انت عارف انك مش هتقدر تاخده منه غير بصعوبه. فيها ايه لو استخدمت موبايل زراير، لا هو عيب ولا هو حرام، وكل ده عشان مصلحتك والله صدقني. طب انا عايز الموبايل عشان بذاكر منه على اليوتيوب، عادي جدا نزل تطبيق يخفي لك التطبيقات بكلمه سر، او اي طريقه تانية. ده لو انت عايز تحتفظ بحاجه معينه على التطبيقات دي عشان ما تضيعش منك. لو لسبب غير كده فخد نصيحتي وامسح التطبيقات اللي ملهاش اي 30 لازمه، ولان مستقبلك يستحق فلازم تكون شجاع وقادر تتغلب على الحاجات اللي بتضيع لك وقت. نيجي لتاني نقطه، وهي ايه اللي ممكن يحفزك. خليك قبل ما تذاكر كده، وعشان ما تقومش كتير مع المذاكره، تجيب ازازه ميه تحطها جنبك، وفاكهه ومثلا كيكه او اي حاجه انت بتحبها وتكون عندك حطها جنبك. وكل ده قبل ما تقعد على الكرسي وتبدا تذاكر. تاني نقطه، تكون عارف انت هتذاكر ايه بالظبط. ما تروحش تجيب لي الملخصات والمذكرات كلها وتقول لي انا هذاكر كل ده النهارده. ده ما ينفعش ابدا، وانت كده بتشتت نفسك بنفسك. ما ينفعش، ما ينفعش. وانا عارف ان الدماغ مصريه وهنضيع كلنا، فتخلي بالك كده يا حبيب اخوك وما تحاولش تذاكر كميات كتير. نظام تقعد على المذاكره من الساعه 9 وتقوم الساعه 11 ده نظام غلط جدا. قسم وقتك وخد راحه كل فتره معينه. مثلا بتذاكر نص ساعه او ساعه الا ربع، فمن حقك تاخد بعدها 10 او 15 دقيقه بريك تريح فيهم نفسك كده، او تشرب او تراجع اللي انت ذاكرته، وارجع ذاكر بنفس النظام ده تاني. انا بقول لكم على النظام ده لان في احصائيات كتيره ودراسات اثبتت ان العقل بيفضل مركز من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، وبعد كده بيبدا يفقد التركيز. واحنا عندنا الدماغ المصريه بطبق الفول ده ما بتكملش 20 دقيقه او 15 دقيقه وتفصل. فانت المفروض عليك في الوقت ده انك تلحق مثلا تشرب ميه او تاكل اي حاجه، او حتى تبص من الشباك. بص اعمل اي حاجه، المهم انها تفصلك شويه 15 او 10 دقايق كده عن المذاكره، وتمشي على النظام ده دايما وبس كده. يا رب تكونوا بجد استفدتوا من فيديو النهارده، وما تقلقوش مش هنساكم، وهنزل لكم فيديوز كتير على طول الفتره الجايه. والسلام عليكم.